يلا وصل الأرنب. اهلا وسهلا فيكم جميعا بحلقه ممتعه بتعقد بتجنن على الطبيعه مع الشيف شادي. مثل العاده دائما اشياء غريبه عجيبه عم نعملها بالطبيعه على الحطب. ايام عم نهلك، ايام عم نضل كثير، ايام كذا، بس المهم بالاخر عم نوصل معلومات بتعقد بتجنن لإلكم احبائنا المشاهدين. اليوم خواجه ارنب. يلا اكيد مع الخواجه ارنب رح نعمل، او الارنب رح نعمله بطريقه كثير حلوه مع التشيري توميتو او الطماطم الكرزيه، البصل، السكر، المعجون، الطماطم، هودي القصص كلهم، الزعتر، واو. بس رح نعمله بطريقه حلوه على الفحم بمقلي، بس رح نشويهم شوي، رح نشوف كيف. وعندنا وصفه رح نتعرف على ورق الرز. اوكي، كيف فينا نستعمل ورق الرز هيك بطريقه سريعه بالبيت ويعطينا جمال للمائده. وبعدين مطبق الجوز يا شيف شادي، مطبق الجوز يا شيف شادي، ومطبق كمان التمر مع القطر او شراب السكر او الشيرة. بلشنا. يلا يا شيف شادي، بدنا نعمل النقعه السريعه الحلوه، بعدين بنقطع الارنب. النقعه اكيد رح نحط كل شيء هون، وباخد بنبلش البصل. يلا انا رح نقشر هون هيدي البصله هيك بطريقه سريعة. عندنا البصل، عندنا الطماطم الكرزية مثل ما حكيت كمان قبل، وعندنا أيضا السكر، وعندي البردقان، وعندنا قشر البردقان. يا شيف واو. بنروح على السكرات الحلوين، صرنا بصل وسكر. على الزعترات نفرم الزعتر كمان طريقة حلوة، حطيناهم هون يا شيف. ناخد بعد عنا أورانج، برتقان، يعني برتقالة، أرانشو بدكم إياه. وكمان رح أعمل شغلة، رح آخد شقفة منها بهالطريقة، أو فيكم تبرشوها أو فيكم تقطعوها مثل ما بدكم. طلعوا كيف هيك حتى تعطيني هالطعمة الأمار، او خلينا هالطعمة المرة شوي. بدي هيك طعمة مرة نتفة مش كتير. حط بهالطريقة. ها اخذناها هون. يلا بنروح على معجون الطماطم، وفيكم كمان تستعملوا بهيدي الوصفة كتير طيبة، محل معجون الطماطم يكون عندكم طماطم مجففة، دراي توميتوس، هيك مكبوسين بالزيت. يا ماما ما اطيبهم. انا رح احط شوي صغيرة من الحر، حر حلو شوي. اللي ما بيحب الحر في يحط فليفله حلوه خضراء او حمراء او صفراء مثل ما بدكم. يلا يا شيف. وراح نحط قرن حر طلع بقلبها بهالطريقه. شو بعد يا شيف؟ الشامبينيون هون، التومات سوريز هون. لا التومات سوريز بناخذ شوي، رح نحطهم هيك. واحد اثنين كلهم بقلبها بهالطريقه. زيت زيتون، بعد عندي واو حبوب الشومر. حبوب الشومر يا شيف، حبوب الشومر طلعوا. عندي الملحات الحلوين، وعندي هيك الفلفل شوي. بنروح على حبوب الشومر وبناخذ هالملعقه، وهيدا هو المزيج اللي انا عندي، اللي هو رح نضرب عصفورين بحجر واحد. هي نقعه وهي صلصه. كيف يعني؟ هلا بشوف. واحد رح نشيل هون، نحن عملنا هالمزيج كله سوا بعقد بجنن. ناخذ الارنب صباحه كيفنا، نشيل منه كمان هون. هذا الارنب بنحطه هون، بنبلش نقطعه كانه عم نقطع تنقول فروج، يعني فينا كمان نفس الطريقه. واحد بدنا نشيل الفخاد. طلعوا كيف. واحد اثنين هيدا فخذ الارنب. نرجع كمان على الفخذ الثاني، كمان نفس الموضوع. واحد اثنين فخذ الثاني. وهون ثلاث شقف. واحد اثنين ثلاثة، كمان ثلاث شقف تبع الأرنب. بنروح على صدر الأرنب هيك بهالطريقة. تطلعوا هون براس السكين، نضرب هيك مثل كأنه معنا دجاجة نوعا ما أو شوي. واو كمان قطعنا. طلعوا هذا الصدر تبع الأرنب، نجي عليه واحد، أو خلينا نشيل الجوانح قبل يكون أهيل لنا.
منشيل، يعني هن مش جوانح، هن مثل الجوانح، ما هيك شكله مثل الجنح بس هن الاجرين تبعوله. واحد، بنروح على الثاني كمان، بنرجع كمان بنقول مثل الجوانح بس هن الاجرين تبع الارنب. ويلا، واحد، نشيل هيدي هون، واحد، اثنين، وهيدي ثلاثة، وهيدي أربعة. يا سلام يا سلام. طلع هيدا هون هالنقعة اللي عملناها، هالخلطة الحلوة اللي شايفينها انتم قدامكم. وهلا واحد، وهيدي كمان اثنين، مثل ما شايفين هيك. كيف شايفين عم نحط، عم نشوي. طلعوا كيف هي النقعة هي ذاتها طلع بقلبها هلا خضرة ما تعتلوا هم ابدا ابدا. هلا بتشوفوا شو راح يصير بالمقلي اللي حطيتها كمان هون يا شيف. واحد اثنين، يا سلام يا سلام. كأنه، ما هيك كأنه عاملين او عم نعمل شيء بيشبه الطاووق، يعني عملنا نقعة بس ما حطينا فيها لبن وعم نشوي. هلا ما شكينا بالسيخ بس انه عملنا نقعة ليكويد شوي، سائل شوي صغيرة، اوكي؟ وهيدي هون اخر شقفة. طب بهالطريقة. وهون كمان عندي شقفة هيك، بعد عندنا شقفة من الصدر يا شيف. واو. بقلب المقلي طلعوا كيف كل شيء بيقول انا النقعة اللي بقيت مع معجون طماطم. عندي كمان شوي صغيرة من المي عليهم. هيك المي مع معجون الطماطم ماذا تفعل؟ لماذا؟ لا اوكي، اكيد معجون الطماطم مع المي رح يعمل لنا صلصة كثير حلوة. كمان رح تشوفوها هلا وانا بحرك هون، وبانتظار انه هالصلصة تصير جاهزة. اللي رح اعمله انا شغلة كثير حلوة. بنبلش هيك. اول شيء انا عندي الفطر. طلعوا الفطر، ها نجي هالفطر بقلب الصلصة. طلعوا شو حلوة هيك ها. قطعوها مثل ما بدكم كبار، ما تعتلوا هم. واكيد رح اقطع بعد من الطماطم الكرزية، ورح نحط بعد شوي صغيرة كمان من معجون الطماطم بقلبها. طريقة يلا يا شيف شادي احلى ما يحترقوا الارنبيات. ها هون عنا وهالطماطم الكرزية اللي حكينا عنهم. طلعوا هلا هن على النار. واحد اثنين، ها واحد كمان رح تشوفوا. واحد اثنين. خلينا هيك نتمعن بهالمنظر الجميل، بهالصلصة الحلوة. ومنبلش نشيل من الأرنب هلا. واحد، يا سلام. هون اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. طلعوا هيدي جمالة. يا سلام يا سلام على الجمال. كمان هون نفس الموضوع. كمان يا شيف شادي. وهيك هون كمان. وعندنا كمان هون عندنا قطعة كمان تانية. مقلي على النص. بنخليهم يغلوا مع بعضهم حوالي ال5 دقايق لل10 دقايق، مش أكتر من هيك. أوه يا سلام يا سلام يا شيف، بس تعملنا هيك قصص. يا سلام. هلا صاروا نوعا ما جاهزين. بنروح شوي، خلينا نشوف الصلصة. تمام. هالفلافلة بقلبها طريقة جبلية جميلة، بتعقد على الحطب أرنب. يعني اليوم رح شوف حالي على أصدقائي كلهم. وين كنت يا شيف شادي؟ كنت على الطبيعة. وين؟ على الطبيعة. هيك بجاوب. أوكي؟ شو عملت؟ أرنب. مع شو؟ هيك بجاوب ما بجاوب. هيدا هو بس هيك. بتحيرون، بتزكزكون، بتحرقصون لأصدقائكم على هالوصفة الحلوة. وأنا هون بقول ناخد هيك. يلا شو رأيكم بالموضوع ومنروح على المطبخ. يا سلام يا سلام يا شيف شادي، بس تعمل هودي الاشياء ما معقولة. يلا رح نبلش واحدة بالكوكوت. كوكوت هيك كمان فينا نسميه طاجن الأرنب. هيدي الوصفة اسمها طاجن الأرنب. خلينا نحط بالكعب الصدورة، اوكي، او الشقف الصغيرة تبع الأرنب هيك حتى يبينوا الشقف الكبار. او هيدي الشقفة كمان صغيرة يا شيف.
وهيدي هن مش صغار مليانين لحمه، مش انه هن صغار، بس هودي كيف فيهم لحمه اكثر يعني. يا سلام. وهون بنقول واحد، بنقول اثنين. شفتوا شو قصدي بانه شقف كبار وشقف صغار؟ شفنا القصد منها شو القصد. وهيدي كمان هون بتكون بهالطريقه. واو. طلعوا الصلصه. لا 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 لا، ما حبيت اني اسكب الصلصه بالملعقه، رح نشوف المنظر تبع الصلصه هي وعم تنزل على الارنب مثل العاده، المنظر الجميل اللي دائما عم نشوفه على الطبيعه. يا سلام. يس 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 يس. هاي الفلفل اللي هي عطت جمال للطبق. وهيك بنكون نهينا اهم وصفه اليوم بحلقتنا. مين قال لك يا شيف شادي اهم وصفه بحلقتك لليوم؟ ايه، ما اهم وصفه، لانه هي بين انه عندك انت ارنب اليوم. أحبائي أهلا وسهلا فيكم جميعا بوصفة كتير حلوة. بدنا نتعرف اليوم على ورق الرز، اللي ما بيعرف ورق الرز أكيد، وكيف فينا نعمل حشوة كتير حلوة قريبة كتير هالحشوة من الفيلادلفيا أو من الفاهيتا. يلا يا شيف بنبلش. البصل آخر شيء بناخد اللحمة. هيدا البصل هون، وعنا النار غير شاعلة، نشعلها للنار. هيدا ورق الرز هون. أهلا أهلا، حطهم هون. هلا متعرف عليهم اكثر واكثر. منولع مقلي زيت زيتون مثل العاده يا شيف شادي، بس يحمى زيت الزيتون. بدنا نبلش بالبصل، بعدين الفلافله، بعدين الفطر، بعدين كمان اللحمه. هودي كلهم سوا. يلا بصل. يا سلام. البصل على النار. هون البصلات على النار. وهلا منكفي بالفلافله حلوه الخضراء. نفس الموضوع هيك جوليان طويله او شرائح طويله. اوه حلوين حلوين. هيدي مش مقطعه مزبوط، مقطعه يا شيف شادي مزبوط. بنروح كمان على الحمراء نفس الموضوع. هيك كمان بنشيل اذا بدكم كمان هالقشره البيضاء من قلبها، واذا بدكم فيكم تقصوها هون بالنص بتبين القشره البيضاء احسن. فيكم كمان طلع اللي بده. هلا اللي ما بده ما في مشكله كثير كبيره، فينا نكفي عادي حياتنا من دون ما نشيلها يعني. اوكي حمراء كمان بهالطريقه هيك، وفينا كمان نقطع. حلوين 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 حلوين. هلا بعدين بنقطعهم شوي صغيره بنصغرهم، بس خلينا هلا ناخذ فكره. اول شيء قبل ما نصغرهم، وراح اقول لكم ليش بدنا نصغرهم بعد شوي، لماذا. وهون عندنا كمان الفلافله الحلوه صارت مقطعه. ويلا يا شيف البصل. هيدي الفلافله الحلوه الحمراء والخضراء. راح كمان نحط التومات. هلا التومات 1 2 3 4. طلعوا كيف. كمان التوم شرائح حلوين التومات. واو واو التومات، واو التومات كلهم سوا. هون التومات كمان. صار عندنا توم وبصل وفلافله، صار عندنا لونين. لا يا شيف شادي انت قلت اليوم الفلافله هي 3 الوان. بنروح كمان على الصفرة نفس الموضوع، كانه عم نحكي على نفس الشغله. بنشيل هيدي شقفه هون. اذا عندنا شيء ابيض بنشيله بهالطريقه هيك، وبنرجع تقطيع نفس الطريقه. بضل عندنا بس الفطر واللحمه يا شيف. طيب شو بدك تعمل هلا انت؟ خلينا شوي صغيره نحن هلا هون. نروح نحط الفلافله حلوه الصفرة. التومات كلهم بننزلهم. بنعمل 1 2 3 4. عند الفطر يا شيف شادي، ما حكينا عن الفطر. يلا نفس الموضوع الفطرات. الشامبينيون دو باري، المشروم. فيكم اكيد تجيبوا المشروم العلب، يعني لعلبه المشروم، بس كمان اذا نحن
بالطبيعه، وفي عنا الخضره والفواكه طازه، اكيد افضل. وعندنا كمان الزعتر، بس قبل هلا ما نضيفهم رح نعمل شغله كثير حلوه. انا عندي جاط يا شيف شادي، هيدا الجاط بننزل فيه كل هالخضره. طلعوا الالوان الحلوه، طلعوا الالوان الحلوه، اخضر واحمر واصفر وابيض وكلهم سوا بعقده. وراح استعمل نفس المقله للحمه، وبنشيل الخضره على جنب هيك، وبناخذ اللحمه نحن هون نبلش نقطع. هيدي شقفه يا شيف، 2 3 4، اكيد انتم ما تعدوا الشقفات بس انا عم عدهم. اوكي، بنحطهم هيك فوق بعضهم، طلعوا كيف كلهم سوا، شايفين؟ بهالطريقه صار عندي اللحمه كلها فوق بعضها. انا بروح ومنقطعها بالطول كانه عم نقطع شاورما. طلعوا شو حلوه هاللحمه، مثل الزبده. طلعوا كيف الزبده يعني طريه. هذا الحكي. ليكوا شو حلو هون يا شيف شادي. واو واو واو. زيت زيتون من جديد، وهون زيت الزيتون. وهلا اللحمه 1 2 بستوي اللحمه. انا بعد ما ستوي اللحمه ونضيف عليها الخضره، من بعد ما نضيف عليها الخضره منحط الاشياء الثانيه اللي حكينا عنها من قبل، اللي هن الزعتر والخردل والصلصه الحاره بلا 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 بلا. اكيد بتكونوا كمان كتبتوا الوصفه كمان قدامكم. ملعقه خشب يا شيف شادي. يلا حلو. المقلي قويه، بتعطيني كريسبي للحمه من برا، يعني بتعطيني اللون الحلو، وبتحصر لي الليكويد او العصير تبع اللحمه بقلبها. شو بضل؟ بتصير تضل اللحمه عندي طريه. اما اذا بدي احط اللحمه على النار هي وخفيفه، شو بصير؟ تترك المي تبعيتها كلها لبرا، بتلاقوا المقلي كلها بقلبها مي، ان كانت لحمه مفرومه او لحمه قطع اللي بدكم. طلعوا شو حلوه، طلعوا هون. اوه هلا فينا نقول انه اللحمه استويت، خلص استويت اللحمه. بنجيب الخضره الملونه على اللحمه كلها 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 هيك، كمان عطينا مجال للحمه تستوي بسرعه. وبعد ذلك يا شيف شادي، هون الجمال، هون الكمال، هون الطعم الطيب. يلا تنبلش. هون عندنا من الخل شوي صغير يا شيف شادي، عندنا من السكر مشان نعطي سويت اند ساور، او اللي هو الحلو والمالح. نعطي هون صلصه حاره، شو رايكم؟ او فيكم تستعملوا كمان صلصه سويت اند ساور مثل ما بدكم. نروح على الخردل، فيكم تروحوا على الديجون او الانسيان، بس الانسيان حطوا الكميه اقل. صويا صوص، واو الروائح واو. وهون ما حطينا بعد لا ملح ولا بهارات، يعني ما حطينا ملح ولا بهارات، حطينا لا اوريجانو. الملح يا شيف، البهار يا شيف، صويا والسكر بده يدوب ويعطيني الكراميل بقلبه، يعني خلص. هون منفكر بوصفه واو. يا سلام يا سلام. اذا شفتوها هيك، اذا شفتوها عقدت بهالطريقه، بناخذ شوي صغيره من المي، بنخليها هيك مع بعضها، وهيدا الطبق هيك مثل ما هو، مثل ما هو. 1 2 3 طفينا النار، خلصت. موضوع ورق الأرز. ورق الرز معمول من الفاصوليا. ورق الرز معمول من الرز. شو معمول الرز؟ اوكي، بس نشتري ورق الرز رح تشوفوا هلا بيكون محطة بتحطيب. يعني نحن هون رح نحطهم هون. طلعوا كيف حطبة وجاية بتتكسر. خلينا نكسر وحدة معلش. طلعوا ها شفتوا كيف؟ شفتوا كيف بتتكسر كلها سوا؟ سو تنقدر نشتغل فيها، كسرت كلها. طلعوا تنقدر نشتغل فيها مجبورين نحط عليها سائل حسب الوصفات يلي بتستعمل لها. يعني ممكن تستعمل لشيء حلو، نجي منغطيها او منغطها بالحليب مع شوي صغيره من السكر او شوي صغيره من العسل مثل ما بدكم. اما اذا عم نستعملها بشيء مالح، عندنا المي، شغله حلوه مبدعه بتعقد. فرجونا قبل ما تغطوها، لانه بدنا نغط ودغري بدنا نحشي. الحشوه جميله بس بعدها كثير سخنه يا شيف شادي. بدكم نجرب حتى لو الحشوه سخنه، اذا بتزبط معنا القصه. اذا ما زبطت حق عليكم. اوكي، انا عندي صينيه. هالصينيه رح احط فيها شويه مي. حطيناها هون للصينيه. انا شو بعمل؟
بحط الورقه، طلعوا بالميات. هذه ورقه حطيناها بالمي، طلعوا كيف يا شيف شادي. خليها تتشبع مي، بس تتشبع مي الورقه الوحده. هلا بتشوفوا بس ها، هيدي هون تنحط شويه مي زياده، بس تتشبع مي، تشرب مي خلص. الرز بيحل الرز، يعني النشا اللي معمول منه اكيد النشا الموجود بالرز اذا بتحطوا له مي شو بتلاقي انه شرب الميات، مزبوط ولا لا؟ والنشا بس يشرب مي شو بيعمل؟ بيعمل عجينه. طلعوا هيدي هي هون عجينه الرز وحده، وبيجي الشيف شادي بيجيب حشوه بيحطها بقلبها هيك. اوكي، عم نعمل تجربه على الاشياء السخنه، مزبوط؟ اذا بتمشي معنا، واذا ما بتمشي معنا رح نرجع بعدين. ها مشيت معنا، مشيت، هي تنانانا. طلعوا شو حلوه. هيدي وحده، نرجع بناخذوا هي ثانيه بالميات، هيك بنعملهم بسريعين. فيكم تحطوا وحده ثالثه، يعني فينا نحط كمان هيك اثنين فوق بعضهم بطريقه حلوه. بناخذ التحتانيه ولا الفوقانيه مثل ما بدكم انتم على ذوقكم. فيكم تحطوا 4، فيكم تحطوا 5، يعني انتم فيكم تحطوا، بس يكون في عندكم كميه مي ما تعتلوا هم، وبتشيلون وحده ورا الثانيه. رح نبلش نحن، رح اقلبهم حتى اخذ الاول وحده حطيتها. ويلا هيدي ورقه يا شيف شادي هون، ونفس الموضوع حتى لو سخنه عم نقدر نحن نعمل الوصفه اللي عندنا. يا سلام يا شيف. 1 2 3، فوتهم هيك منيح، نرجع بنبرم. وهون هيدي لأنها مكسوره، وهون هيدي كمان طلعت عنا، ناخذوا هي تاني. حلوين. لكن ورق الرز فينا نستعمله ونحشيه شو ما بدنا. اخذنا فكره حلوه على هالوصفه يلي بتعقد، خلطه ولا اطيب من هيك فيكم تعملوها مثل ما حكينا قبل مع كثير من الاشياء يا شيف. وبهالطريقه جهزنا الوصفه يلي انا عن جد بحبها كثير كثير كثير. وهيك بنكون قاعدين على الطاوله بنحط حبه حبتين منها هيك شويه صويا عليها من فوق، ولا اطيب من هيك. أحبائي أهلا وسهلا بالجميع بوصفة كتير حلوة عربية بامتياز. لا مش خليجية ولا لبنانية ولا سورية، الحقيقة المطبق أنا تعرفت على المطبق بالمملكة العربية السعودية، تكون أنا هيك حقاني بالموضوع. هلا هو تاريخها من المملكة أو تاريخها من مكان تاني ما بعرف، أنا بعرف إنه وصفة طيبة بتعقد بتجنن، ولازم حدا كمان او اللي ما بيعرفها لازم يتعلمها بطريقه حلوه مثل ما عم نعمل دائما على الطبيعه. انا اول شغله بتلزمني كرمال اعمل هالوصفه، عندي الطحين. طلعوا كيف. رح خلي شوي صغيره من الطحين عندي لانه بعدين بدي رق العجينه، وبدنا نعمل عجينه. هالعجينه زيت طحين وبنحط فيها شويه ملح ومي. يلا يا شيف شادي، هون عندي شويه زيت نباتي بقلبها، مي. المقادير اكيد رح تكتبوها قدامكم، بس دائما كل كيلو من الطحين بده حوالي بين ال 450 لل 500 ملي من السائل. سائل، اي سائل يعني مي او زيت او زبده، ما بده اكثر من هيك. انا كمان هون يا شيف شادي رح احط شوي صغيره قلت من الملح ومي وزيت عادي. 1 2 3 نعجن هالعجينه، تتبطل هالعجينه تلزق على ايدينا. نعمل هالعجينه بهالطريقه. واو شفتوها؟ ناخذ سكين يا شيف شادي ومنبلش قد بعضهم. 1 2 3 4 5 6 و7، وضل عندنا وحده زغروره هلا بنجمع عليها شوي صغيره من مكانتين. هودي
طلعوا كيف، لقوا شو حلوين. 3 4 5 6 7. صينية ما فيها شيء أبداً، زيت نباتي، كمية من زيت النباتي. طلعوا قديش؟ كمية من زيت النباتي بقلب صينية، وأنا بعمل هالكريات. هون شو بنعمل؟ طلعوا بنبلش نحركهم، خلي الزيت يروح يمين شمال، منسكر عليهم، يعني ما منخلي الهواء يضرب فيهم، وبدنا نتركهم أحبائي على القليل ساعتين. ساعتين ناطر محسوبكم هيك عم يطلع فيهم للعجينات؟ أكيد لا، بس أنتو ساعتين على القليل ريحوا العجينة. من بعد ما نريحها بدنا نحضر الحشوات. الحشوات كتير هينين كتير هينين كتير هينين. واو، جوز. أنا سكرت الجوزات لأنه في عندي نحلة عم تروح وجاي بدها الجوزات. جوز يا شيف شادي، بدنا نعمل حشوة الجوز. سكر بودرة، لكن عنا الجوز، السكر البودرة، ويا شيف شادي شوي صغيرة من القطر عليهم. يا سلام، قطر وشوية سكر، وعنا هالسكر بودرة. عملنا خلطة حلوة تنعمل منها 3 4 من المطبقات الحلوين يا شيف شادي. يا سلام، هيدا واحد. هلا بدنا نقول 2. ناخد تمر. كلنا بنحب التمر، وخاصة بشهر رمضان الكريم. تمرة هيك أول ما واحد بيكون صايم وفي الإفطار، تمرة كتير مهمة. وأنا بعرف الوالد يا بي شو بحب التمر، يا بي شو بحب التمر. أوكي، يا سلام، نفس الموضوع. هلا هون أنا ما راح ضيف لهم كتير من القطر، لأنه بتعرفوا أنتم السكر الموجود بقلب التمر، والتمر بينعجن عندي بسرعة، فبس له شوي صغيرة من شو؟ من السكر البودرة. طلعوا. في عالم بيحطوا شوية زبدة. طلعوا لكل عجينة. هيدي عجينة التمر. طلعوا التمرات، خلص شوية سكر بقلبها وصارت العجينة عندي جاهزة. هيدي عجينة التمر. أوكي يا شيف، عجينة 2 صاروا موجودين عنا، وهيدي هون بنحطها هون، وعنا الشوبك، عنا للعجينة المطبق، وتنبلش نعمل المطبقات. 1. هيدي عجينة هون بنحطها على البلاطة اللي عنا أو الطاولة اللي عنا. طلعوا شو عم بيصير بالطريقة هيك. أنا بجي إيدي بالزيت، بنمد العجينة. طلعوا شو حلوة العجينة، شو رقيقة بتطلع عنا. طلعوا ليكوا العجينة شو رقيقة بتطلع. يا سلام، يا سلام على العجينة الرقيقة. طلعوا. هيدي العجينة هلا أنا باخد شوي صغيرة من التمر، بحطهم بالنص، مسكرة. 1، نسكر 2، نسكر 3، نسكر 4. طلعوا كيف. سكرها 5. أكيد كتير شوب عم يكون الطقس. ليكوا شو صار أنا عندي. هالمطبق هيك، وهيدي وحدة. هلا بعد شوي صغيرة إذا بدي برجع بعمل شغلة تانية. طلعوا. الجوزات سكرنا من جميع الميلات. كمان نفس الموضوع، حطهم على جنب، ما تكبسون كثير لانه الجوز مش مطحون ناعم جدا، يعني عنده بيكون الحواف تبعوله بيخزقوا العجينه، بس هيك بيأدي. كمان نفس الموضوع، رح نعمل 3 ب3 وننتقل نحن وياكم على الفحم. اوه يا سلام، يا سلام يا شيف شادي، هيك بستعمل هيك قصص. انتبه على ايديك. بنزلهم بالزيت كلهم سوا. ولا بيكون في اشخاص اللي بيعرفوا المطبق بيكونوا عم بيقولوا يا شيف شادي في شغله. طيب المطبق نحن بس نقلي المطبق بنحط له قطر. نعم، بس نقلي المطبق بنحط له قطر. نعم، وانا عندي قطر. نعم، والقطرات لك ونني هون رح نحطهم هيك كمان تيسخنوا شوي صغيره على النار من الزيت
على القطر، بنقلبهم شوي صغيرة بالقطرات، شوية سكر بودرة على وجهن، والمطبق عنا جاهز. يا سلام يا شيف شادي، بس تعملنا هيك وصفات. تا تا تا. واو. هون كمان بلشنا. بلش القطر أنا عندي يقول أنا جاهز يا بيه. طلعوا كيف. وهون صار عندنا المطبق من المقلي دغري على القطر. يلا كلهم نوعا ما صاروا جاهزين، ولا اطيب من هيك، وعلى المطبخ ديركت. انا رح بلش هيك، وحده كمان اثنين. هودي عم نحكي نحن بالجوز يا شيف شادي ولا لا؟ بلا، هودي الجوز يا شيف شادي، وهيدي ثلاثه. وهون بنروح هيدي هي هون بنروح يا شيف شادي. هيدي التمر الكبيره اللي عملناها، خليها على جنب التمر الكبيره معلش، لانه ما رح تطلع حلوه على الصحن. هيدي التمر هون وحده، ما تزحطي، اعملي معروف. واو واو الجمال، واو. وهيك بتكون انتهت الحلقه.